الموسم داخل نادي الزمالك انتهى؟ يعني هل احنا خلاص رمينا الفوطة في فريق كرة القدم ان احنا خلاص مش هنلعب اي بطولات تاني او مفيش اي منافسات تانية؟ الحقيقة واللي انا بقوله لك واللي انت لازم تكون فاهمه ان ده كلام غلط جدا جدا جدا. انت بتلعب الموسم ده وبتأسس للموسم الجاي. انت عندك بعض اللعيبة لازم تقرر هم هيكملوا ولا لأ، وفي الغالب هم هيمشوا. في لعيبة كتير، مش هتكلم احنا بنتكلم في 10 12 لعيب هيمشوا لا محالة لا محالة. بس في نفس الوقت انت الفريق دلوقتي انت تبني عليه الموسم الجاي، تبقى عارف تجرب ناشئينك، تشوف ناشئينك مين اللي انت هتحتاجهم ومين اللي انت هتطلعهم. تجرب اللعيبه اللي انت شايف ان هم ممكن يأدوا في مراكز تانية غير مراكزهم، عشان الموسم الجاي تبقى عارف سيستمك وطريقه لعبك هتبقى ايه. انت محتاج لا يقل عن 3 4 مراكز 4 5 مراكز، ولاعيبه تكون سوبر، لعيبه تقيله. انت محتاج في خط الدفاع واحد، محتاج مش عايز اقول اتنين، بس انت محتاج واحد على الاقل يكون مدافع سوبر. محتاج باك يمين وشمال. مش هقول لك برضو سوبر، بس دول مركزين انت محتاج فيهم تدعيم. محتاج خط نص سوبر، لازم 1 6 و1 8 اتنين. انت محتاج اتنين مش واحد. محدش يقول لي واحد هيلعب 6 و8، مش مارادونا هو ولا. انت محتاج اتنين لعيبة، محتاج مهاجم سوبر، ومحتاج جناح. محتاج جناح. الخمس ست الاربع خمس مراكز اللي انا اتكلمت عليهم دول مهمين جدا، ولازم يتم التفكيك دلوقتي والرؤية ان احنا نشوف اللعيبة اللي موجودة والمتوفرة في الدوري واللي خارج الدوري عشان نقدر نضم الصفقات دي. مش عايزين لعيب نشوف فيديوهات ليه وبعد كده نتفاجئ بمستواه. انت عايز لعيبة تكون انت شايفها متابعها، عندك وقت وعندك فترة ان انت تشوف الموسم بيك رايح على فين.